انتهت مباراة النادي الأهلي وسموحة 2-0. الهدف الأول كان عن طريق قفشة برأسية، والهدف الثاني كان عن طريق إمام عاشور بعد أسيست رائع من حسين الشحات. فوز النهارده النادي الاهلي يتصدر الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن نادي الزمالك 15 نقطة. تعالوا بقى نتكلم عن لقطة المباراة وحديث السوشيال ميديا النهارده بعد مباراة النادي الاهلي وسموحة، وهي لقطة احتفال امام عاشور الغريب. انا كواحد اهلاوي بحب النادي الاهلي وبحب مستقبل النادي الاهلي وعايز النادي الاهلي يكون بيعمل نتائج كويسة والكلام ده كله، مش هفرح بالاحتفال اللي عمله امام عاشور ده. ان انا وانت والناس كلها عارفة وكل زملكاوي عارف ومتابع ان الاحتفال ده يقصد بمين. هو يقصد بزيزو، ودي حاجه برضو تخلينا نقول ان امام عاشور مش مركز. امام عاشور برضو السوشيال ميديا واكلاله دماغه. ناس كتير عايز تعرفوا ليه بالذات زيزو. اقول لكم انا، زيزو طلع في برنامج قبل كده، ففي مذيع مش عارف اسمه ايه قال له هو انت ولا امام عاشور؟ قال له ايه في الشكل. فطبعا ده كان رد امام عاشور النهارده. شفنا امام عاشور بعد ما جاب الهدف جاب بالونه من الشراب وعم نفخها وواقف للجمهور وفتح ايده والكلام ده كله. تمام، انت باحتفال زي ده انا كواحد مشجع اقعد ازيط هي واقعد ازيط والكلام ده كله؟ لا، انا مش هفرح باحتفالك ده. ليه؟ ده يقول لي ويثبت لي ان انت دماغك متاكله من بره السوشيال ميديا. انت النهارده عامل اداء كويس، انت النهارده اداء كويس وخدت احسن لاعب في المباراه. ليه دي السوشيال ميديا مأثره عليك يا امام عاشور؟ ليه ما تركز في الملعب؟ ركز في الملعب. انت يا امام عاشور مستواك والكواليتي بتاعك كبير جدا وعالي جدا. انت يا امام عاشور الامكانيات بتاعتك كبيره. ليه بتركز في السوشيال ميديا؟ الحاجات دي بتعطل يا امام. يا جماعه صدقوني، انا لو واحد ما بحبش النادي الاهلي اطلع واقول لك ايه ومش عارفه ايه وبص عمل ايه وبتاع واتريق واجيب ضحك وبتاع وبالونه واقصد بيها زيزو والكلام ده كله. لا يا جماعه، انا واحد بحب النادي الاهلي فعارف ان اللي حصل ده ان امام عاشور مركز مع السوشيال ميديا. انت يا امام عاشور محتاج ان انت تبقى مستمر في التركيز في الملعب. انت النهارده عامل اداء كويس، ليه ما تكملش تركيز وتفكك من السوشيال ميديا؟ طلع السوشيال ميديا من دماغك، طلع لعيبه من الزمالك من دماغك ودونجا والناس دي. انت في النادي الاهلي، انت في احسن نادي في افريقيا، بل بالعكس انت من احسن النوادي اللي في العالم. فكك، ركز في الملعب، ركز ان انت عايز تعمل تاريخ للنادي الاهلي، عايز تعمل بطولات، عايز تحقق ارقام كبيره مع النادي الاهلي. ده اللي انت المفروض تفكر فيه، ما تفكرش ازاي تغيظ ده ولا تضايق ده. انا كواحد بحب النادي الاهلي اقول لك انا ما قبلتش الاحتفال اللي عمله امام عاشور ده. من الاخر ده احتفال ما يعجبنيش. انا بعشق النادي الاهلي، لكن انت كل اللي في دماغك وكل اللي مسيطر عليك انك ازاي ترد على ده وترد على ده وترد على ده وتغيظ في ده. ليه يا عم؟ ليه؟ ما تركز في الملعب. انا عايز انتظر منك اكبر مستوى لامام